في قلب مدينة الإسكندرية، جوه التاريخ والصمت. الإسكندر الأكبر أعظم قائد في التاريخ. بيترمي سؤال محير من آلاف السنين: هل اتدفن في اسكندرية؟ وهل فعلا المقبرة اختفت ولا لسه مستنية اللي يكتشفها؟ تعالوا نشوف القصة كاملة. الإسكندر الأكبر، القائد اللي غزا نص العالم قبل ما يتم 33 سنة، مات فجأة في بابل سنة 323 قبل الميلاد. بس لحد النهاردة محدش عارف اتدفن فين. المفروض انه كان هيتدفن في مقدونيا بلده الأصل، لكن بطلميوس اللي حكم مصر من بعده نقل جثته ودفنه في الإسكندرية، ودي كانت أول مفاجأة. الإسكندر اتدفن فعلا في اسكندرية، وكان ليه مقبرة فخمة زارها قياصرة وأباطرة زي يوليوس قيصر وأغسطس، لحد ما اختفت في وقت ما بين القرن الثالث والخامس الميلادي. من وقتها وكل علماء الآثار بيدوروا عليها. في ناس بتقول إنها تحت حي النبي دانيال، وناس تانية بتقول إنها في مقبرة كوم الشقافة، وناس تانية رجحت إنها تحت المسرح الروماني، بس محدش قدر يثبت حاجة لحد دلوقتي. في بعثات فرنسية ومصرية نزلت غطس تدور على أنقاض المقبرة واكتشفوا تماثيل وأعمدة، لكن مكان الدفن الحقيقي لسه لغز. في ناس قالت المقبرة اتنقلت أيام الرومان، وناس قالت إن فيضانات وزلازل دمرتها تماما، وناس تانية مؤمنة إنها لسه تحت الأرض وهنلاقيها قريب. المقبرة دي مش مجرد مدفن، دي مفتاح لفهم جزء من تاريخ العالم القديم. السؤال دلوقتي: هل ممكن نلاقيها؟ ولا الإسكندر هيفضل راكد في الظلام للأبد؟